شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، شكرا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مرحبا بكم مشاهدي قناة الطب البديل، وفي حلقة جديدة النهاردة هنتكلم فيها عن تبييض الأسنان وإزالة اللون الأصفر، وإن شاء الله هيساعد برضه على التخلص من الجير أو تجير الأسنان. تمام؟ وصفة النهاردة سهلة وبسيطة جدا ويسرة، وفي نفس الوقت إن شاء الله بتجيب نتائج قوية ومفيدة جدا، بخلاف بعض الوصفات بدون ذكرها أو دخول التفاصيل فيها كثيرة ومشهورة جدا على اليوتيوب، وقامت بها كثيرا من الأخوات، بتدمر طبقة المنيا للأسنان، اللي هي الطبقة الناعمة دي اللي بتحمي الأسنان. بتبيض الأسنان وبيبقى شكلها فعلا جميل، ولكن للأسف الشديد بتبقى ضعيفة. زي لو استخدمنا مثلا الخل هيقوم فعلا على تآكل طبقة المنيا وبيدمر. المهم نرجع لحلقتنا، وآسف للإطالة. حلقة النهاردة بتكون حول تحميص الخبز أو العيش. بنحمصه لغاية لما يفحم معانا، وبعد كده إما بندقه أو بنفرمه وناخد الطحين بتاعه بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده بنجيب الفرشة، وبنجيب عسل أبيض أو عسل نحل، وبنغمس الفرشة داخل العسل. تمام حضراتكم؟ زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. وبعد كده بنغمسها في العيش، وبعد كده بنغسل أسناننا زي ما بنغسل أسناننا بالمعجون. ممكن نستخدم الموضوع ده مرة أو مرتين، وأوعدكم إن شاء الله بعد نهاية الحلقة أنا فعليا رايح أستخدمه. الموضوع ده أجمل ما فيه إن هو مكوناته مفيدة جدا، ما فيهاش أي ضرر، بل بالعكس بتساعد بتقوي اللثة، بتنظف الأسنان. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، واقول لكم دمتم في رعاية الله. ما تنسوش الاشتراك في قناة الطب البديل. كان معكم المعالج أخيكم أيمن صابر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، شكرا يا رب.